السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المفسرة أسماء أحمد. أخباركم إيه؟ وحشتوني. نبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الملابس الداخلية في المنام، سواء للرجل أو للمرأة. عامة بصفة عامة الملابس الداخلية بتدل على تغيرات إيجابية حلوة جدا في حياة الحالم أو الحالمة. نيجي نشوف العزباء. الملابس الداخلية للعزباء بيدل على خطوبة ليها أو زواج، خاصة لو كان في الملابس الداخلية، أنا أسفة، لو كان موجود قميص نوم بيدل على الزواج. للشخص العازب الملابس الداخلية بيدل ليه على زواج أو سفر. طيب الراجل المتزوج لو حلم إن هو بيشتري ملابس داخلية، هنا في بشرى ليه بحمل لزوجته. والسيدة المتزوجة لو حلمت ان هي بتشتري ملابس داخلية، هنا استقرار ليها أسري ورزق وسعادة. طيب امتى نحدد نوع المولود بالنسبة للحامل؟ الملابس الداخلية بالنسبة للحامل مولودة أنثى، وأحيانا بيجي المولود ذكر. في حالة ان احنا لو الحامل شافت نفسها بتشتري ملابس أنثى، هنا الرؤية هتبقى عكسية وهيبقى المولود ذكر، والعكس صحيح. بالنسبة للطالب الملابس الداخلية نجاح وتفوق له. يعني بصفة عامة كده زي ما قلنا، الملابس الداخلية بتبشر بتغيرات حلوة جدا في حياة الحالم أو الحالمة. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.